السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم على قناة الفرنسية مع البروف حسام حسن. هنبدأ إن شاء الله أولى حلقات شرح منهج اللغة الفرنسية للصف الأول الثانوي، والدرس الأول هيكون بعنوان مدخل ومقدمة لدراسة اللغة الفرنسية. تابعوا معايا. Le français dans notre vie، يعني الفرنسية في حياتنا. هنتناول اللغة الفرنسية ومدى تأثيرها في حياتنا اليومية، وازاي احنا اصلا ممكن نكون بنتكلم لغة فرنسية واحنا ما نعرفش. كل الكلام ده هنشوفه دلوقتي. مثلا لو اتكلمنا عن المفردات والاماكن اللي بنقولها باللغة الفرنسية واحنا اصلا ما نعرفش ان دي لغة فرنسية، لكن اللفظ الاصلي ليها هو لغة فرنسية. وليكن مثلا بالنسبة للاماكن هنشوف مثلا زي بوتيك، يعني محل الملابس. طبعا الكلمة دي بنقولها دايما، دي برضو أصلها فرنسي. تمام. هنشوف كلمة سيرك، يعني المكان الخاص بالألعاب البهلوانية. ثم بعد ذلك سينما طبعا احنا بنقولها في حياتنا. السينما يعني دار عرض الأفلام. هنشوف بعد ذلك مثلا زي كلمة بوست يعني البريد. كلمة بنك اللي هو المصرف. ستاد كلمة فرنسية. كافيتيريا اللي هي بنقولها بالكافيتيريا. بلاج هو الشط. كمان ممكن بنلاقي فيه مصطلحات كتير، يعني مش شرط في الأماكن دي، لكن ده بس حصر صغير لأغلب الأماكن اللي احنا بنقولها، أو لعدد معين من الأماكن اللي احنا بنقولها في حياتنا وهي أصلها باللغة الفرنسية. كمان بنلاحظ الكلام ده موجود عندنا في الملابس. تمام. زي لما نيجي نشوف مثلا كلمات بيجاما، جيب، تيشيرت، كرافات، بنطلون، إشارب، جاكيت، بوت. دي طبعا كلها مسميات فرنسية الأصل، لكن بنطقها بشكل عام في لغتنا الدارجة. تمام. أو في اللغة العامية. بس لازم نعرف إن حياتنا دايما فيها كلمات ومصطلحات فرنسية. ده طبعا راجع أو نتيجة الاحتلال الفرنسي اللي كان موجود عندنا في مصر، فتأثرنا بالثقافة الفرنسية كتير طبعا. نشوف بعد كده مثلا في المنازل. بالنسبة للمنزل والمأكولات هنشوف برضو كلمة صالون، اللي هو الصالة أو الصالون اللي فيه الأنتريه أو كده. هنشوف كمان كلمة كانابي، كمان دوش، أباجور، تواليت، تابلو. زي كمان كلمة كاسرول اللي احنا بنقول عليها الكازرول. تمام. كمان في كلمة بالكون اللي هي البلكونة. برضو بنلاقي المصطلحات الفرنسية احنا بنقولها في حياتنا بالنسبة للمشروبات والمأكولات. زي هنشوف مثلا أشهر المأكولات اللي هي كرواسون يعني اللي هو زي المولتو. زي كلمة تومات، جاتو، كافيه، شوكولا، بونبون. دي طبعا أغلبها هي طبعا أسماء فرنسية، لكن بنقولها باللغة العربية. نشوف بعد كده حاجة تانية بالنسبة للشخصيات والمهن. زي لما بقول بابا، بيبي، ماما يعني ماما. كمان لما بقول كوافير، دكتور، سكرتير، مانيكا، طونت، أونكل. كمان بنلاقي المصطلحات الفرنسية موجودة عندي في وسائل الترفيه والمواصلات، زي تلفزيون، راديو، مترو، أوتوبيس ده اللي احنا بنقوله أوتوبيس. كمان ممكن بنشوفها في كلمة موتوسيكل وهكذا. ده كان استعراض عام للكلمات اللي احنا بننطقها في اللغة العربية، لكن هي أصلها طبعا لغة فرنسية، وفي كتير جدا، بس دي يعني أبرز الكلمات الموجودة عندي.